أهلا بيكم حبايبي في وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة هنعمل فيها صينية سمك بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمل صينية سمك بالرز. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنا حبايبي بقى معايا السمك طبعا متنضف زي الفل، ونقعته ساعة بالظبط في المية والليمون وبقى زي الفل. طبعا أحلى حاجة تعمليها للسمك الصينية السمك البوري، أحلى حاجة. ما بيبقى زفر وبيبقى أبيض كده وإيه وطعمه جميل جدا، ده عن تجربة. فأول حاجة السمك قدامكم أهو. هنشوف بقى احنا هنعمل الصينية بتاعتنا ازاي. أول حاجة دي الصينية اللي أنا هشتغل فيها. أنا جبت ربع كوباية من الرز أو نص كوباية حسب حجم الصينية. اغسله كويس قوي وابتدي افرشه كده في قعدية الصينية او اي حاجة تشتغلي فيها، صينية بقى اي حاجة. تحط بقى ايه كده الرز كده، توزعيه بالتساوي كده زي ما انتوا شايفين. انا وزعت الرز بالتساوي كده. وعلى فكرة لازم يكون رز المصري العادي، ما ينفعش رز بسمتي او اي حاجة. ممكن فريك لو انت حابة، بس الرز بيطلع لذيذ جدا. عندي بقى السمك انا غسلاه زي ما قلت لكم ومقطعاه كويس قوي ونقعته في الخل والليمون. هبتدي بقى كده ارصصه بالشكل ده كده. شايفين بالشكل ده كده انا وزعت الصينيه بالتساوي كده. طبعا ما اقدرش اقول لك الكميه اللي انت هتشتغلي بيها على حسب اللي بيكفيكي. فالسمك الكميه دي بترجع لك انت. يا كده خلاص الصينيه خلصت؟ لا طبعا. هنروح بقى على البوتاجاز ونكمل ونشوف هنعمل ايه. طبعا بعد ما جهزنا الصينيه الجميله بتاعتنا السمك بالرز ورصصناه كويس قوي، فجينا بقى على البوتاجاز دلوقتي هننزل بقى بالصلصه. طبعا زي ما انا متعوده معاكم الصلصه على طول انا بكون مفرزاها في الفريزر، يعني جاهزه بالبصله بكل حاجه. يا دوبك بشتغل بيها على طول. بعد بقى ما حطيت الصلصه، حتى لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا في حتت كده متجمعه زي ما انا قلت لكم انا بفرزها فمطلعاها من الفريزر. بعد كده هنزل بحزمه كده من الكزبره والبقدونس. اهم حاجه ما تنسيش اي حاجه، كل حاجه بنحطها بتدي نكهه حلوه قوي للصينيه بتاعتنا. فاول حاجه حطيناها الكزبره والبقدونس. بعد كده هننزل بمعلقه حلوه من هريسه الشطه اللي احنا طبعا عملناها قبل كده مع بعض، ومعلقه كبيره كده برضو من الثوم. الثوم طبعا انا مفرزاه برضو معاكم قبل كده في الفريزر. بالنسبه بقى للبهارات، طبعا اول حاجه هنحط الملح كده، ومعلقه كده حلوه من الكمون. طبعا احنا عارفين السمك بيعشق الكمون فانا هزود شويه، يعني بتاع معلقه كبيره كده. وهنحط بس معلقه صغيره كده من الكزبره الناشفه، وبرده نص معلقه كده صغيره من القرفه بتدي طعم حلو قوي لاي اكل. تمام. انا كده مش هحط شطه لان لسه الشطه دي كافيه، هي حاره جدا يعني سبايسي خالص فمش هينفع ايه نحط معاها شطه. انا اقلب بقى كل الكلام الجميل ده كده مع بعض. هي الريحه كده ايه تحفه، الريحه طالعه جميله جدا. البهارات مع الخضار الكزبره والبقدونس والثوم ولسه الشطه كله عامل ريحه حلوه قوي. فانا هسيبها تغلي كده غلوتين وبعدين نكمل مع بعض. كده حبايبي زي ما انتم شايفين خلاص غلت كده غالية كفاية، يعني اتسبكت تمام ودقتها حقيقة مظبوط وريحتها جايبة آخر الدنيا بصراحة. فالوقت هنعمل ايه بقى؟ هنيجي بقى نمسك كده، هنطفي الأول عليها وبعد كده الصلصة نكبها على السمك كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. خلاص الصينية فأنا هنزل بقى بيها بالتسبيكة اللي احنا عملناها الجميلة دي. هنزل بيها كده كلها بس كده. بعد كده هزة كده بسيطة عشان الصلصة تنزل في الصينية من تحت. طبعا الفرن شغال على درجة حرارة 200 علشان السمك يتسوى كويس ما يبقاش ني. فالوقت هدخلها الفرن وبعد كده نرجع نشوف شكلها النهائي مع بعض. كده حبايبي وصفتنا انتهت. النهاردة عملنا مع بعض صينية سمك، يا رب تعجبكم. أشوفكم بخير في وصفة جديدة. إلى اللقاء.